براويكم هالصورة، عطني اياها يا مخرج. صورة استاذ الملك عبد الله في جدة. كان له برنامج زمني، خلصوه قبل موعد البرنامج الزمني، تكفى. هذا راح يفتتحونه يوم الخميس، شوفه يا ابو عبد الله. هذا استاذ الملك عبد الله في جدة راح يفتتحونه الخميس باكر، هدية من الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية لأهله للرياضيين. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال يا أعزائي المشاهدين. أنا شهمني استقال نائب ولا قعد نائب، شهمني رضا وزير ولا مش وزير. هذا الأصل في بناء وطن. شوفوا المبنى، شوفوا الأستاذ الرياضي، عطوني أستاذ رياضي واحد بالكويت، الكل منقهور على أن ما عندنا منشأة رياضية نفتخر فيها. على شنو قاعدين تتصارعون؟ هذا المجلس والمجالس السابقة منذ إقرار الدستور ايش قدمتوا للكويت، ايش قدمتوا للمواطن؟ هذا الأصل يا جماعة، نقدم شيء للوطن نفتخر فيه ننبنى بالكويت. هذا الأستاذ الآن يفتخرون فيه أهل السعودية، ومبروك عليكم يا أهل السعودية، مبروك عليكم يا أهلنا بالسعودية على هالأستاذ المفخرة اللي راح تفتح، وإحنا مستانسين. واللي يصير شيء جميل في السعودية كأنه صار شيء بالكويت. بس أنا كويتي من حقي أشوف إنجاز في بلدي. أنا أتمنى أشوف إنجاز في الكويت، أتمنى أشوف فرحة في بلدي الكويت. ما يحق لي إني أنا ككويتي أستانس على شيء في الكويت؟ احنا نتمنى الفرحة والإنجاز في الكويت. الشعب نسى الفرحة، كل الكويتيين نسى الفرحة، وصرنا بس نشوف مسرحيات على الساحة السياسية.